السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. فيديو النهاردة بقى نتكلم على الفراخ الهندي، من الهند للصين لليابان يا اختي، ادينا بنتفسح. عايزة اقول لكم على حاجة، الفراخ الهندي من الحاجات الحلوة قوي اللي بتكبر معاكي بسرعة. مش مكلفة في أكلها، لكنها الميزة اللي فيها إن هي بتكبر بحجم حلو قوي، عاملة زي الرومي كده. بص فرخ بطايات الصغيرة يا ناس، كبرت يا ناس وسيبتها مع اخواتها يا ناس. بصوا يا اختي، بصي عليهم يا اختي، اقرب لكم عليهم شويه. بصي يا اختي يا ناس، بصي الصلاه على النبي، مفيش حاجه تجري. بصي التربيه الصح تديكي نتيجه صح، تاكلي صح يكبروا معاكي صح. طب انت عايزه تقولي بقى ايه النهارده يا بطه؟ هقول لك يا اختي، عايزه اعمل لي الفراخ الهندي احلى وصفه. بصي الاول الهندي يوكل يا جدعان. بصي بصي اللي كان شاف الفيديو بتاعي قبل كده كنت حطاهم عندي في البلكونة. بصي يا اختي يا ناس، بصي يا اختي يا ناس، بتكبر بسرعة يا ناس. بصي اهم وصفة تعمليها للفراخ الهندي، دول عاملين زي الفراخ الرومي. بصي البصل البصل والكركم. بصي انا حاطه كميه بصل قد ايه، بصي ده كده اوريك الاول. بصي البصل اكتر من العلف. ليه بقى يا بنتي يا بطه؟ ابقى اديتهم احسن تحصينه واقوى من انك انت تديهم مضاد حيوي. انا بربي من غير ما احط مضادات حيويه ولا تحصينات ولا الكلام ده، تحصيناتك كلها من الطبيعه. الحاجات دي اللي بتكبر الطيور بسرعه، زائد ان البصل اوبا. تعالي يا اختي اهي. بصي البصل من الحاجات المهمة جدا اللي تحطيها للطيور بتاعتك، خاصة للرومي وللفراخ الهندي. الفراخ الهندي يا جماعة حبيبها البصل. ما تديش اي تحصينات خارجية، ما تشتريش اي حاجة. اهم حاجة ان انت تحطي كمية بصل رهيبة كبيرة جدا ليهم في الاكل. يعني لو هتحطي يعني بصي خلي ربع الكمية علف والتلات ارباع بصل، وعليهم حبة كركم حبة البركة وحبة جنزبيل، وما تحطيش حاجة تاني. ووصفة من الآخر، ووصفة جبارة، وصفة هتكبرهم لك بسرعة. زائد المية أنا حاطة فيها كمون. ليه بقى؟ أبقى اديت مضاد حيوي واديت فيتامينات واديت حاجات مقوية واديت حاجات تطهر معدتهم. هو ده أساس تربية الهندي. اللي عايز يربي هندي صح يعمل الوصفة دي، هيكبر معاه بسرعة جدا. بصي ولما تجيبي الهندي تجيبي ذكر واحد معاه. بص انا قلت لكم قبل كده مش جايبه كميه، لان الهندي غالي ما هوش رخيص. ليه بقى؟ لان هو بيكبر ضعف الفراخ العاديه. يعني الفرخه بتعدي معاكي ال7 كيلو. خلي فرخة كده وتكبر، وكل ما تسيبيها معاكي تزيد اكتر. بالصلاة على النبي عايزة اقولك هو ده اساس التربية الهندي، انك تحطي كمية بصل كتير مع حبة جنزبيل وكركم وحبة البركة وحبة العلف، يعني التلات ارباع البصل. تاني حاجة تحطي في المية اللهم صل عليك يا نبي الكمون. بصي الكمون وبس، تبقي اديته حاجات تريح معدتهم وحاجات تقويهم وحاجات تكبرهم. بالصلاة على النبي. بصي الوصفة دي يا ناس، ده الهندي اللي كان تابع الهندي معايا قبل كده يشوف حجمه دلوقتي كبر ولا ما كبرش. وامانه عليكم تقولوا لي كبر ولا ما كبرش شويه. اهو انا كنت مصوراه من كام يوم. بصي يا ناس، بصي كبرت ازاي يا ناس. انا بصي اكلفش نفسي كتير. حطي البصل اليومين دولت، البصل سعره رخيص جدا. هاتي شوالين 3 وخزنيهم، وتعالى اقولك ازاي تخزني البصل بطريقة لا يمكن يبوظ منك. زائد كمان بنعمل منه دوت البصل يا عسل. وتابعيني بقى في فيديوهاتي الجاية، والله اكلك فراخ من بيتك وتملي بيتك عز وخير ببلاش. وعايزة اقولك
التربية صنعة، مع التجربة الواحد بيتعلم حاجات كتير يا ناس. تابعوني بقى في الفيديوهات الجاية، وهنعمل أحلى أنواع في التربية، طيور بقى، هندي، رومي، أرانب. الأيام الجاية بقى الجو لما يتعدل هنربي أحلى أرانب في الدنيا. تابعوني يا عسل في الفيديوهات الجاية، ومع الهندي يوكل برضو. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.